حطيت لكم منشور على اليوتيوب وقلت لكم اكتبوا لي اسراركم يعني اللي ما حدا بيعرفها غيركم، وانا رح طلع بهذا الفيديو بدون ما اطلع الاسماء يعني حفاظا على الخصوصيه. وهي رح تكون الحلقه الثامنه من سلسله اسرار المتابعين. هي السلسله المحبوبه يعني اكثر سلسله استمرت فيها بحياتي. فخلينا نبلش الفيديو ونشوف شو الاسرار الجديده اللي عندكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس واي بي از باك. رجعنا لكم جماعة الخير فيديو جديد، فيديو عن اسرار المتابعين. طبعا مثل ما حكيت لكم هي الحلقة الثامنة من اسرار المتابعين. يعني يا جماعة الخير 8 حلقات من سلسلة واحدة، شلون زبطتها انا ما بعرف. يعني حتى حكيت لكم الفيديو الماضي انه اذا شفت السلسلة عليها مشاهدات او عليها تفاعل كثير انه راح انشر كمان فيديوهات عنها. يعني انا ما عندي مشكلة بالمرة حتى بدي استمر 100 فيديو لقدام، بس انه بالمقابل يكون انه في دعم يعني من وراء هذا الشيء. والله اخر فيديو يعني الحلقة السابعة تقريبا يعني جابت مشاهدات منيح. اوكي مو مثل الحلقات الاولى اللي نزلت من اسرار المتابعين، لكن يعني جابت منيح مقارنة بالفيديوهات الجديدة. يعني رغم يعني المشاهدات اخر فترة بالقناة ما بعرف صراحة ليش هيك، رغم يعني عم بستمر انا نوعا ما، عم بستمر يعني يوم ايه يوم لا، بس ما بعرف ليش هيك المشاهدات يعني ما عم تطلع قناة العالم اكثر. فكل قبل ما يبلش الفيديو اللي مو حط لايك يحط لايك. خلينا نشوف هذا الفيديو قديش حيوصل لايكات، واللي مو مشترك كمان بالقناة يشترك. مضل شيء حتى نوصل ل 200 الف مشترك، وحسابي بسبوتيفاي وقناتي الثانية وكل روابط التواصل الاجتماعي هتلاقوها تحت بالوصف. فاللي مو ضايفني نيك يعني يروح يضيفني يا جماعة الخير من بعد اذنكم. وبس هلا خلينا نبلش الفيديو ونشوف الاسرار اللي عندكم. الله يستر. اوكي نروح لاول تعليق. بيقول عمري 18 واهلي بدهم يزوجوني واحد غصبا عني، وانا ما بدي اياه، وبسبب هالشي حرموني من دراستي. لهيك حاليا عم زبط وضعي وقررت اهرب لبرا البلد وكمل دراستي وحياتي. ادعوا لي بالتيسير. اذا قرات تعليقي لو سمحت لا تظهر اسمي وعقبال المليون. اوكي يعني بدايه بصراحه لا تبشر بالخير بالمره. على بالنسبه للاسماء يعني قلت لكم انا ما راح اطلع اي اسم حتى لو كان على اليوتيوب يعني، وحتى بعد ما ينتشر هذا الفيديو يعني المنشور راح يكون ممسوح. فيعني اللي كتب تعليقات يعني ما راح يبين اصلا عند العالم. هلا عمرك 18 سنه يعني اوكي صغيره مشان موضوع الزواج، بس انه وين رح تهربي؟ يعني انت صغيره بالاساس، صغيره شو رح تهربي؟ ما بعرف بصراحه يعني شو الوضع عندك، وين انت ساكنه، شو العيشه اللي عايشتيها ما بعرف، بس انه تهربي يعني خيار ما له سهل بالمره. يعني ما له خيار هيك انه بدي اهرب، بس كمان الزواج غصب. ما بعرف والله ما بعرف. نروح للتعليق اللي بعده. بيقول مرة كنت في الشارع وشافني واحد وقال لي ايش هالحلاوة. قلت له من الاخر شو بدك؟ قال لي بس بدي تركبي معي. وبعدين انا قلت له لا ما بدي اركب معك. قال لي ليه؟ اذا ما بتركبي بسوي اشي ما بقدر احكيه. وانا خفت كتير، والحمد لله كان في سوبر ماركت جنبي ورحت بسرعة عليه وضليت في السوبر ماركت. وبعدين الرجال راح وبس. اتمنى طلع تعليقي. هلا منيح انك رحت على السوبر ماركت يعني، بس ما انه ما بظن انه كان بده يعمل شيء يعني، بس بيكون عم يحكي يعني حدا بده يجي مثلا يخطف واحد جنب ماركت. يعني حمار هذا لهالدرجة حمار. بس انه منيح يعني الحمد لله انه مرت القصه يعني وقدرت تروحي على الماركت. اروح للتعليق اللي بعده. بيقول ابي يحكي مع بنات ويقول لهم هيك وهيك، بالمقابل يعطيهم فلوس. ليك كل ما اطلب منه فلوس بيقول لي ما عندي، وامي حامل، واخي الاكبر عمره 22 وانا صغيره عمري 14. فرق العمر كتير كبير ما بين البيبي اللي رح يجي واحنا. وانا نفسيتي صار متدمره بسبب ايوه، صار بتصنع اني تمام قدام ماما واخواتي. انصحوني شو اعمل. هلا ما بعرف يعني اذا مثلا انت شوي هيك مبهره الامور يعني، او مثلا ما بتعرفي ابوك يمكن يعني يصفي النية، يمكن عم يبعت لحدا محتاج مثلا. انا عم بحكي يمكن يعني يمكن فعلا الاب بيكون فعلا عم يبعت لبنات مصاري، لكن يعني ما بعرف يعني ما بعرف اذا هذا الشيء فعلا صح. يعني هلا ابوك انه يحكي مع بنات انه اوكي يعني بتنبلع، بس انه يبعت له مصاري يعني انه بعت له مصاري وانت عندك عيله يعني شلون عم تزبط معه ما بعرف. هلا شوف انا بتوقع من وجهة نظري، مع انه بتوقع من هذا العالم اي شيء، بس ما بظن انه يجي شخص مثلا يقعد يدفع للبنات مصاري واهله مثلا ما معهم مصاري، انه بنته او مرته او ابنه يعني. فانه ما بظن انه يدفع مصاري لبنات تانيين وما يدفع لاهله لبيته يعني. بس بنفس الوقت قلت لكم يعني بهذا العالم لازم الواحد ما يستغرب من اي شيء، يعني ممكن اي شيء يصير فعليا. روح للطريق اللي بعده. بيقول يا زلمه حاج اسرار المتابعين صارت قناتك كلها عن هي السلسله. طيب شايفين يعني انتم ما عم تحكوا لي نزل عن هي السلسله، اوقف يعني اوقف امسح الفيديو شو اعمل يعني؟ مو انتم عم تحكوا لي نزل عن اسرار المتابعين وهلا عم تحكوا لي لا تنزل؟ يعني انا حرفيا كل ما اطلب منكم شو بدكم الفيديو اللي بعده بتكتبوا لي اسرار المتابعين. هلا لما صرت نزل اسرار المتابعين صرتوا عم تكتبوا لي لا تنزل؟ يعني والله العظيم يا جماعه الخير حيرتوا لي شو اسمه انتم. فروح للتعليق اللي بعده. بيقول اول مره احكي اكبر سر في حياتي كلها. لاحظت من سنتين انه امي ما عاد مهتمه في البيت. في مره كانت في الحمام وكان جوالها مفتوح على الانستغرام وكانت تحكي مع رجل وكانت تبعت له صوره بدون ملابس. ما بعرف شو بده يعمل بس انا بعرف هذا الشيء. عمري 14. انصحوني. احبك يا عبد الله. لكن كمتابعه والله
اقسم بالله ما بعرف يعني، والله العظيم هالعالم غريبه يعني. مشكله بكل فيديو بدي اقعد اسال نفس السؤال، انه ليش يعني ليش عم تتزوجوا، ليش عم تخلفوا اولاد اذا رح تعملوا هيك؟ يعني اذا انت يعني انا بدي احكي كلمه مثلا مو لهي المراه يعني، مو لامها للبنت، لكن اذا انتم مثلا في بشو اسمه دوده يعني، انه ليش عم تتزوجوا؟ خلاص انتم بتحبوا مثلا التعدد يعني اكثر من شخص، او الزلمه يعني يحب اكثر من بنت، انه خلاص يا اخي لا تتزوجوا، خليك هيك فعليا يعني، لانه لا تظلم المراه ولا تظلم اولادك يعني. عن جد احيانا والله العظيم يعني ما بعرف العالم من وين بتفكر يعني، مثل هي اقسم بالله يعني بنفسي يحكي كم كلمه بس انه عيب يعني. عندك بنات يعني انت شو عم يعني شو اللذه اللي عم تجيكي انت؟ ما بعرف يعني. يا زلمه الواحد عنده اولاد عنده عيله، شو الوسخنه اللي عم تعملها لحتى عم تروح تحكي مع شخص تاني يعني؟ ما بعرف والله العظيم هالعالم والله غريب يعني. انا بس بدي اشوف منظر هالام هيك بس لما تعرف انه بنتها عرفت بهذا الشيء، شو راح يكون منظرها؟ لا وفوق كمان البنت يعني عمرها 14 سنه عم تكتب لك انه امي ما عم تهتم بالبيت يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. اروح للتعليق اللي بعده، بيقول السر انه كان في واحد قال لي ما راح اشتغل في قناه عبد الله، رحت سرقت موبايله واشتركت انا. يعني صراحة الخيار اللي عملتيه جدا مناسب، بس انه ما يشترك بقناة عبد الله، شو الله غاضب عليه يعني لحتى ما يشترك بقناة عبد الله؟ يعني اشترك باقي القناة وان شاء الله هيك الله يوفقك يعني. انا بدعي لك، خلك كمان جاي رمضان انا من عندي بدعي لكم كلياتكم، بدعي لكل واحد اشترك بالقناة، واذا اشتركتوا اكثر من حساب يعني رح تجيكم الدعوات دبل، فاللي بده دعوات دبل يعني اشترك ب10 حسابات او 20 حساب يعني، مشان انه انا ادعي للمتابعين كلياتهم. فانت اذا كنت مشترك من 20 حساب مثلا فرح تجيك 20 دعوة يعني. انت متخيل مثلا حياتك شو راح تصير يعني؟ ان شاء الله يتقبل دعائنا يعني، بس انتم متخيل يعني. فاللي مو مشترك يا جماعه الخير يعني يشترك يعني، شو عم تستنى؟ وكمان يا جماعه الخير لاحظت اغلب التعليقات عم تكتب لي انه اكتب اسرارك يعني، اسراري انا يعني. انا يا جماعه الخير والله ما بعرف شو بدي اكتب اسرار. هلا انتم عم طلعوا لكم اسرار اوكي، عم بخفي اسمكم، لكن انا اخفي وشي يعني شو اعمل؟ لكن يا جماعه الخير مثل ما وعدتكم قبل يعني، اغلب المشاكل او اغلب الشغلات اللي صايره معي راح احكيها باغاني، ما راح احكيها بفيديوهات، انه راح اقدر اعبر فيها بالاغاني بطريقه ثانيه يعني، بحيث انه ما احكي هيك بشكل مباشر، لكن بشغلات ثانيه يعني، انه ان شاء الله راح تفهموها انتم بالاغاني. فهنيك يعني راح تلاقوا اسراري. اما اني اطلع بفيديو احكي لكم انه صار معي هيك هيك يعني، ما راح احكي هذا الشيء يعني، اكون صريح يعني ما راح احكي هذا الشيء بالمره. نروح للتعليق اللي بعده، بيقول للاسف عائلتي كلها منافقين. شو بك اخوي؟ ابي يشوف شغلات زائد 18، وامي هي اللي قامت بتغيير شخصية ابي، وكمان هي مريضة. اختي تصاحب واحد بالسر، ونفس الشيء مع اخي الكبير، وانا مع اخي الصغير يتم تعنيفنا بشكل مستمر، وحتى توصل لمرحلة ما يخلونا نصلي الا باذن من ابي، ولو سألناه بيضربنا. انا ما بعرف اخوي اذا انت عم تمزح ولا لا، لكن يعني ما بعرف عايش بسجن انت يعني والله شوفوا مو بشي يعني، بس انه شو هذا يعني؟ ما بظن انه هذا الشيء طبيعي. اظن انه هيك عم يكتب مشان يطلع تعليقه، لكن انه هذا الشيء طبيعي يعني بالمره بصراحه ما بظن. ابوك عم يشوف شغلات زائد 18، وامك هي اللي غيرت ابوك، وهي كمان مرضانه، واختك عم تصاحب واحد، واخوك عم يصاحب وحده، وانت واخوك الصغير عم تتعنفوا وما عم تقدروا تصلوا الا باذن من ابوكم، ولما تسالوه ليش بيقعد بيضربكم يعني. في شيء بصراحه يعني ما بظن، ان شاء الله ما يكون هذا الشيء صحيح يعني. ان شاء الله عم تكتب هذا الشيء بس مشان يطلع تعليقك، هي طلعت تعليقك، بس ان شاء الله ما يكون هذا الشيء صحيح. نروح للتعليق اللي بعده، بيقول ابوي عم يخون امي، انا واخواتي بنعرف انها لامي بس ما صدقت. مرة امي حملت تليفون ابوي وشافت كل شيء صارت طوشة، بس ابوي وعد امي انه يبطل يحكي مع بنات، بس انا واخواتي شاكين انه بعده بيخون عبد الله، لا تبين الاسم ولا الصورة. هلا اذا شاكين يعني امك رح تكون ادرى منكم يعني بابوكم يعني، كونه انه هي اكبر منكم يعني، وطبعا ادرى يعني هي عايشة معه من زمان، فان شاء الله فعلا يكون يعني مثل ما وعد يعني، انه بعدها يعني الشغلات. اما انت عم تشكي انت واختك يعني بكون هي وسوسه يعني، انه انتم صغار اظن، فانه لا يعني لا توجعوا راسكم بهذا الشيء، ولا تكرهوا ابوكم يعني. فعلا بيكون هو مثلا غلط بهذا الشيء وخلاص، مثل صحح غلطته، انه خلاص مثل وعد العيله انه ما عاد يعمل هذا الشيء، فانتم لا تخلوا هذا الشيء براسكم يعني، مشان ما يعني تكرهوا ابوكم على كبر. نروح للطريق اللي بعده، بيقول فقدت عذريتي وانا عمري 10 سنين لما وقعت، واهلي من النوع اللي يقتل البنت اللي ما عندها عذريه، وللحين انا مو عذراء وما في اي حدا بيعرف. الحين عمري 15 سنه ما بعرف ايش اسوي، خايفه يقتلوني. طبعا يعني اذا اهلك فعلا انت متاكد من هذا الشيء انه هن فعلا من هذا النوع، طبعا يعني لا تخبري يعني، تركيه لرب العالمين يعني. رب العالمين اكيد ما رح يتركك هيك. ما بتعرف يعني بكره ان شاء الله هيك الله يبعث لك واحد ابن حلال، وبتحكي له الشيء اللي صار معك، وان شاء الله انه بيتفهم هذا الشيء يعني. تقنعني انه انت عايشه مثلا بمكان مثل ايام زمان، مثل باب الحاره يعني، انه شايف البنت هيك يعني بده يروح يخبر الحاره ويكسر الدنيا يعني. ما بظن انه لسه في عالم هيك يعني. ان شاء الله الله يبعث لك واحد ابن حلال يعني، انه يتفهم الشيء اللي صار معك، والله يعني ما بينسى حدا يعني. ان شاء الله الله يبعث لك
هيك حدا. بس يا جماعة الخير، عن الفيديو لهون. هي كانت الأسرار اللي عندكم بصراحة. يعني الأسرار اليوم يعني عن جد ما يعني عم بقرأ التعليق ما عم بعرف شو بدي أرد عليه. يعني فعليا أكثر من تعليق طلعت هيك إنه شو بدي أرد ما عم بعرف. يعني عن جد والله العظيم يا جماعة الخير، هي السلسلة عن جد صعبة. يعني إنه عن جد تكتبوا لي مشاكل، يعني أنتم مشاكل كتير كبيرة. يعني أنا ما عم بعرف شو بدي أحكي عليها. يعني بحاول قدر المستطاع إنه أعلق نوعا ما على التعليق، يعني إنه نوعا ما أحكي أي كلام على التعليق. وإذا حاولت يعني إنه ساعد باي شيء، ان كان كلام مثلا بيساعد البنت او بيساعد الولد، انه بحاول اني احكي. لكن اغلب الاوقات يعني عن جد ما عم بيكون عندي اي شيء اني احكيه. فاكتبوا لي رايكم تحت بالتعليقات انتم يعني عن الاسرار تبع اليوم. يعني هل بتشوفوا الاسرار تبع اليوم كانت قويه ولا عاديه؟ واذا بدكم يعني ننزل مقطع جديد عن اسرار المتابعين اكتبوا لي تحت بالتعليقات. واذا ما بدكم يعني كمان اكتبوا لي تحت بالتعليقات. مش عم تكتبوا لي ليش عم تنزل. وكمان لاحظوا انه بدكم المواقف المرعبه للمتابعين، فانتم اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو بدكم. التعليق اللي بشوف عليه لايكات كثير راح اعمل عليها فيديو. يعني هي مشان هيك نختصر كل شيء. يعني بشوف تعليق مثلا للمواقف المرعبه تبع المتابعين وعليه كثير لايكات او اكثر شيء عليه لايكات، يعني راح اعمل على هي السلسله فيديو. واذا كان بدكم اسامي المتابعين كمان راح اعمل عليها فيديو. فانتم شو بدكم اكتبوا لي تحت بالتعليقات وانا بشوف شو اكثر شيء عليه لايكات. وكمان يا جماعه الخير، اللي مو حاط لايك يحط لايك، واللي مو مشترك كمان بالقناه اشترك. ما ضل شيء حتى نوصل ل 200 الف مشترك. وحساباتي كمان بتوصل جماعه تلاقوها تحت بالوصف. اي فكره تحبوا اني اشوفها، اي فيديو تحبوا اني اعمل عليه رده فعل، ابعثوا لي اياها على انستا وعلى التيك توك. او اذا عندكم افكار جديده او افكار غريبه كمان بدكم اني اشوفها او اعمل عليها رده فعل، كمان ابعثوا لي اياها على انستا وعلى التيك توك كرسائل. يعني لا تبعثوا لي اياها بالخاص. ومثل ما قلت لكم كمان رابط قناتي الثانيه ورابط سبوتيفاي رح تلاقوه تحت بالوصف. فاللي مو ضايفني هنيك يعني انه يروح يضيفني بعد اذنكم. وبس يا جماعه الخير، دمتم مدام الوطن ويعيش الشعب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.